تخيل معايا إنك لسه ناقل في بيت جديد كبير وجميل وهادي في حي راقي اسمه أميدفيل، وبتقول لنفسك أهو كده العيشة الصح، راحة نفسية بقى وعيشة مستقرة. بس وانت بتفرش البيت وتعلق الستاير تلاقي الباب بيتفتح لوحده وتقول عادي طيار هوا. تاني يوم تلاقي آثار خطوات على السلم وانت عارف إن مفيش حد غيرك في البيت، وتقول يمكن بيتهيألي، لكن اللي جاي ما يتسكتش عليه. بقى فيه ريحة وحشة بتطلع من تحت البيت، حشرات بتظهر فجأة من غير أي سبب، وصوت همسات بيصحيك من النوم كل يوم الساعة 3:15 بالليل. النهاردة هنتكلم عن القصة الحقيقية اللي ورا فيلم أميدفيل اللي اتعرض لأول مرة سنة 1979، واتعمل منه بعد كده كذا نسخة وأجزاء كتير، بس ولا فيلم فيهم قدر يوصل لك الرعب الحقيقي اللي حصل. وصدقني بعد ما تسمع اللي حصل هتفهم ليه القصة دي بقت من أشهر قصص البيوت المسكونة في أمريكا كلها. بس قبل ما نبدأ القصة اللي هنحكيها النهاردة، هي القصة دي مبنية على روايات حقيقية متداولة، ومش كل تفاصيلها مثبتة، بس تأثيرها كان كبير جدا لدرجة إن هي فضلت مصدر إلهام لأفلام كتير وكتب وتحقيقات لعقود طويلة. القصة بتبدأ قبل حتى ما العيلة المسكينة دي تسكن البيت. بس في الأول بقى ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة، وتكتب لينا في التعليقات إيه رأيك في المحتوى اللي إحنا بنقدمه. أنا إسلام سيد ودي قناة صندوق الدنيا. في يوم 13 نوفمبر سنة 1974 في بيت كبير لونه أبيض شكله جميل في مدينة صغيرة اسمها أميدفيل بولاية نيويورك، حصلت جريمة بشعة هزت أمريكا كلها. رونالد ديفيو جونيور شاب عنده 23 سنة استخدم سلاح ناري لإنهاء حياة أبوه وأمه وإخواته وهم نايمين، ضربهم ببندقية من نوع مارلين من غير ما حد فيهم يصحى أو يحاول يهرب، ولا حتى الجيران سمعوا صوت إطلاق النار. الجريمة دي كانت مرعبة وملهاش تفسير منطقي. وقتها الناس بدأت تقول إن أكيد في حاجة مش طبيعية بتحصل جوه البيت ده. رونالد لما اتقبض عليه قال إن أصوات هي اللي أمرته يعمل كده، ودي بداية الأسطورة. بداية القصة بعد حوالي 13 شهر من الجريمة دي، في ديسمبر سنة 1975 جت عيلة اسمها لودز مكونة من جورج وكاسي لودز، وكان معاهم أولادهم الثلاثة اللي كانوا من جوزها القديم. شافوا إن البيت جميل ورخيص وفرصة ما تتعوضش، اشتروه ساعتها $80,000 بس، بالرغم إن هم كانوا عارفين بالجريمة اللي حصلت فيه قبل كده. أول ليلة عدت عادي، لكن من تاني يوم بدأ الرعب. جورج اللي كان راجل عاقل وعملي بدأ يتغير، بقى عصبي دايما وبارد. الغريب إنه بدأ يصحى كل يوم الساعة 3:15 بالليل، والناس قالت إن ده نفس توقيت الجريمة. والأغرب إن كان في ريحة وحشة بتظهر من أماكن غريبة في البيت. حتى بعد التنظيف الأصوات زادت، أطفالهم سمعوا همسات كأن في حد بيناديهم من الأوض التانية، البيانو بيعزف لوحده، أبواب بتتفتح وتتقفل من غير أي سبب. وابتدى يظهر صديق غريب لبنتهم الصغيرة كان اسمه جودي. بس الغريب بقى إن الأب والأم نفسهم ابتدوا يشوفوه، وكل ده كان في أول أسبوع بس. جورج لوتسي بالذات كان أكتر حد اتغير. قبل ما يدخل البيت كان راجل رياضي ملتزم وعنده جدول صارم لشغله وحياته، لكن بعد أيام قليلة من سكنه في البيت دوت بدأت ملامحه تتغير. بقى هزيل، بقى دايما تعبان، عينه حمرة وشعره دايما مش مترتب، وكأن البيت بياكل طاقته. والأغرب إنه بقى مهووس بالمدفأة، كل يوم لازم يولع النار وكل ما تطفي يرجع ويولعها تاني، كأن في برد داخلي جواه جسمه مش عارف يتخلص منه. وكان بيقعد بالساعات قدام النار ساكت ووشه مفهوش ولا تعبير. كاسي قالت إن هي بقت تخاف تبصله لأنه بقى شبه غريب، كأن في كيان ساكن جواه. بس بعد كده اللي حصل كان أغرب. البيت بقى بيطلع صراخات، حرفيا كأن حد بيصرخ. الحيطة كانت بتطلع مادة غريبة لونها أخضر ولزج. جورج قال إن شاف عيون بتلمع بتبص عليه من بره الشباك. الكلب بدأ يتصرف بطريقة هستيرية وكأنه مرعوب من حاجة مش واضحة ومحدش شايفها غيره. وفي كاهن جابوه علشان يبارك البيت، قال إنه حس بقوة شريرة بتصرخ فيه اطلع بره. الكاهن قال إنه حس بتعب مفاجئ وفضل بعدها حاسس بقلق وأعراض غريبة. وفي يوم 28 العيلة خدت قرار إنها تسيب كل حاجة وتهرب من البيت بالليل. ولحد النهاردة محدش يعرف إيه اللي حصل بالتفصيل في آخر ليلة ليهم في البيت ده، بس هم أكدوا إن دي كانت أكتر ليلة مرعبة مرت عليهم في البيت ده.
بعد هروب عائلة لودز القصة انتشرت زي النار وناس كتير شكتت فيها وقالوا ممكن تكون العيلة ألفت القصة علشان الشهرة أو الفلوس، لكن في نفس الوقت في ناس تانية أكدت إن في حاجة فعلا مش طبيعية كانت موجودة في البيت ده. الكاتب جاي أنسون كتب كتاب سنة 1977 كان اسمه The Amityville فالي هورر، والكتاب كان مبني على اللي حكته عائلة لودز وتحول بعد كده الفيلم، والفيلم بقى أسطورة. وفي سنة 1979 جه إد وارن ودورين وارن اللي اتكلمنا عنهم قبل كده، وقال إنهم زاروا البيت فعلا وحسوا بطاقة شر قوية جدا فيه، وإن لورين شافت كيان مظلم جوه البيت، وقالوا إن ده من أكتر الأماكن المسكونة اللي زاروها في حياتهم. طيب إيه الفرق بقى بين الحقيقة والفيلم؟ الفيلم أضاف مشاهد مرعبة كتير زي تحريك الأساس، أصوات صراخ دايم، وظهور أرواح، واللي فعليا مش كله مثبت. جورج لودز بنفسه قال إن بعض الأحداث اتضخمت شوية في الفيلم، لكنه أصر إن الأساس كله حقيقي. كاسي لودز قالت إن هي كانت بتحس بوجود كائن فوقها وهي نايمة، وده اتعرض بشكل أبسط في الفيلم. لحد النهاردة الناس اللي اشتروا البيت بعدهم قالوا إن مفيش حاجة غريبة بتحصل، بس هل ده معناه فعلا إن الأرواح اختفت ولا العيلة دي كان ليها أهداف تانية؟ بعد ما العيلة دي هربت من البيت جه باحثين كتير يحاولوا يفهموا إيه اللي حصل. في فريق من الباحثين من الظواهر الخارقة دخلوا البيت بعد فترة وكان معاهم أجهزة قياس طاقة ومجسات حرارية، وقالوا إن هم رصدوا تغيرات غير مبررة في درجات الحرارة، بقى برد شديد في أماكن المفروض تكون دافية. واحد من الباحثين قال إن هو شاف كائن ظل أسود واقف على سلم الدور التاني، ولما حاول يقرب الكائن اختفى فجأة، لكن الكاميرا اللي كانت معاه رصدت ضوء غريب مكانه. في المقابل ناس تانية قالت إن كل ده ممكن يكون نابع من حالة نفسية، بسبب إن اللي بيدخل البيت بيكون مقتنع إن هو مسكون وممكن عقله يهمه بحاجات مش حقيقية. بس هل ده ممكن يفسر إن كل حاجة بتحصل في نفس الوقت لأكتر من شخص، ولا في فعلا حاجة مش طبيعية جوه البيت ده؟ في الآخر القصة دي لحد النهاردة ما بيروحش السحر بتاعها، لأن هي خلت الناس تسأل سؤال مهم: هي الأماكن ممكن تحمل ذكريات الشر فعلا؟ وده كان الفرق ما بين القصة والفيلم. قول لنا بقى في التعليقات انت شايف القصة دي حقيقية ولا مبالغ فيها؟ ولو اتعرض عليك تسكن في بيت حصل فيه جريمة زي دي هتوافق ولا هتقول لأ؟ وما تنساش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل زر الجرس، واكتب لنا في التعليقات ايه رأيك في المحتوى اللي احنا بنقدمه، واستنونا في حلقة جديدة من قناة صندوق الدنيا.